قال وشهر القيام. مقصود من القيام هو قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. القيام عادة، اللهم عنا على صيامه، عندما نقول وقيامه، الصيام هذا في تمام النهار، القيام المقصود في قيام الليل. وشهر رمضان هذه الليالي ليالي مباركة، الشارع المقدس لا يريد أن يتساوى شهر رمضان عن غيره، لا يريد. هذا إذا كان غير شهر رمضان أيضا فيه طاعات، التفتوا للقضية، أيضا إذا كان شهر رمضان أيضا فيه طاعات، مع ذلك غير شهر رمضان فيه طاعات، مع ذلك لا يتساوى شهر رمضان مع غيره. ليس معناه أن خارج رمضان فيه عصيان وشهر رمضان فيه طاعة، قطعا شهر رمضان فيه طاعة، لكن المساواة ليست بين الطاعة والمعصية إخواني، المساواة بين طاعة وطاعة أكثر، ولا لا توجد مساواة بين الطاعة والمعصية. هناك عندما يقول لا تساوي شهر رمضان مع غيره، ليس فيه معنى ذاك في غيرك لا تعصي أو إذا كنت تعصي، الكلام في الطاعة. الطاعة خارج شهر رمضان لا تتساوى مع طاعة في شهر رمضان، لا بد أن تكون طاعة شهر رمضان أكثر، لأنها فرصة كنسبة مئوية 1 إلى 12 كما نعبر، تمام؟ في شهر رمضان السنة 12 شهرا، فنسبة 1 إلى 12، هذا الواحد لا بد أن يتميز، فهو شهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام. أن الإنسان في هذه الليالي، ليالي شهر رمضان، لا بد أن يستفد من هذه الليالي بفوائد جمة غير حاصلة في بقية الأشهر.